طول الليل بيتخانقوا مع بعض هناكل ايه. كل واحده بتختار اكله شكل، واحده عايزه مكرونه بالبشاميل، واحده عايزه بفتيك، واحده عايزه بانيه ومكرونه سباكيتي. فبصوا يعني بجد وجعوا لي دماغي. قلت لهم مفيش مشكله، اللي تصحى فيكم بدري تعمل الاكله اللي هي نفسها فيها. لحد دلوقتي المغرب هيدا ما حدش صحي منهم. طب انا اعمل ايه؟ طلعت طبق اللحمه وسلقته، بس هم نايمين يعني، هم في دنيا تانية. هعمل بقى البسله. نحط شويه زيت، هننزل ببصله مبشوره. تبقى واحده فيهم بقى تصحى من النوم تفتح القهوه. انا عايزكم اساسا يتصدموا من المنظر ده. البصله اهي اتحمرت لونها بقى ذهبي تحفه. نحط بقى عليها الطماطم. بجد نفسي اشوف وشهم بقى لما يصحوا من النوم يلاقوا الاكل اللي انا عملته ده، هيبقى رد فعلهم ايه. طول الليل ما بطلوش كلام، يعني خناقات على ايه مش فاهمه، وفي الاخر نايمين لحد دلوقتي. كده بقى هنسيب الصلصه دي تتسبك كويس. نحط شويه ملح. بصوا انا سمعت صوت واحده فيهم صحيت، انا مستنيه بقى، مستنيه بجد يعني، مش عارفه اعمل معاهم ايه. شويه فلفل اسود، هننقل بقى الصلصه على العين التانية ونعمل هنا الرز. هنحط شويه زيت، هحط حته زبده، هننزل بالرز ده نص كيلو. هحط شويه ملح، حاجه بسيطه قوي. نبص كده على اللحمه، شوفها استوت. هي لسه شكلها ما استوتش، بس انا كان عندي ماسوره ماما كانت جايباها لي، كنت ناسيها بقى خالص، قلت احطها تعمل شوربه كده، وابقى اطلع اللحمه مش مشكله لو ايه، لو استوت، ونسيب الماسوره تغلي شويه، بس عشان هي اللحمه كده كده لسه ما استوتش. هنحط بقى بصلايه وطماطمايه كده للشوربه. ايه ده؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. انا مش عايزه اسمع صوتك خالص بجد، والله ما عايزه اسمع صوت حد فيكم نهائي. ايه يا ماما عملت لنا كريب؟ عملت لكم كريب، وعملت لكم المكرونه بالبشاميل، وعملت لكم كل حاجه نفسكم فيها. بصوا اللي طول الليل بتتخانقوا عليه انا عملته. هو ايه يا ماما؟ حضرتك مش عايزين الحاجات دي؟ طب ماشي، ما صحيتوش، انا مش قايله لكم اللي هتصحى تعمل الحاجه اللي نفسها ايه. لخبطتوني بجد والله ما عارفه اتكلم. حط ملح للحمه. فانتي قمتي بقى عملتي الحاجه اللي انتي نفسك فيها. لا هستنى لما انتوا تصحوا تعملوا الحاجه اللي نفسكم فيها، صح؟ بجد انا مش عايزه اشوف وش واحده فيكم النهارده خالص. خدي شيلي دي حطيها كده. اذا كان كده ماشي. لا المشكله ان المغرب جدا يعني، انا يعني احنا المفروض ناكل امتى؟ خلاص الاكل خلص اهو. الاكل خلص بالساهل كده كده. اللي حصل على فكره بجد، مش عارفه اقول ايه عليكم بجد. عارفه رجلي مش قادره اقف عليها. ماما توحشيش صورتنا قدام الناس. يعني بصوا يا جماعه بجد والله العظيم، شوفوا اللي حصل. انا حكيت لكم جزء يعني، واحنا ساعه ما بدانا الفيديو قعدوا يتخانقوا طول الليل. اتفضلوا، اتخانقتوا على ايه؟ كل واحده فيهم عايزه تاكل حاجه شكل. انا كنت عايزه اكل كريب وجهت عايزه واحده عايزه تاكل مكرونه بالبشاميل، وواحده بفتيك. بصوا هم طول الليل بيتخانقوا. وبعدين قلت لهم خلاص الحل اللي هتصحى فيكم بدري تعمل الاكل.
مين اللي صحيت بدري؟ انا اللي صحيت. والله مو في حاجه غلط، النوم يعني في مش عارفه اقوم، مش انا احلام وحشه. طب وانا برضه حلمت احلام وحشه كتير. بتتكلمي بجد؟ والله حلمت احلام وحشه قوي. وانا وحشه جدا. طب ماشي، قلت لكم اتحايلت عليكم امبارح، قلت لكم نفسي اكل شويه رز وبسله. يعني شوفوا ربنا عمل فيكم ايه عشان اكل رز وبسله وشويه شوربه. احنا نايمين. هاتي بقى. لا اسامحكم، لا بجد يعني. طب المغرب بيدن دلوقتي والاكل لسه كده على النار، هناكل امتى ان شاء الله؟ كل يوم كده يا مامتي. لا مش قوي كده، مش عارفه كده بجد. هاتولي بقى كيس البسله. كويس البسله ان انا حاطاها في الديب متفصصه والجزر. وهاتي الجزر يلا. ايه ده؟ كنت لوبيا؟ لا بسله. فاصوليا قصدي. كمان اتشرب بقى. لا ده انا سبت الكاميرا اساسا على الحله وعماله اتكلم بالصوت. ياه، هو ده الخير اللي احنا عملناه قبل رمضان. اللي انا عملته، الخير اللي انا هو عملته، عملته برضه. اللي انا عملته مش اللي انتوا عملتوه. يعني بصوا بجد بجد انا متضايقه منكم قوي، مش طايقه بجد. لا والله العظيم قاعده ازاي؟ طب دلوقتي طب انا ماما عشان تعرفوا بس انا بحضنها. ماما رجلي من ساعه ما دخل فيها الحاجه بتوجعني. معلش ماليش دعوه، انا رجلي مكسوره وما اتكلمتش. شو ماشي رجلي ازاي بتزعل؟ لا بجد والله العظيم انا مخنوقه منكم جدا. انا بتكلم بجد والله ما بهزرش. على فكره مش هعمل فطار تاني. ماما انا اللي عامله الفطار اول امبارح. مش صح. امبارح السوق وجبت لك حاجات قد كده. طب بجد ما تضايقنيش، اسكتوا. طيب يا جماعه كده هنستنى لما الصلصه تتسبك وبعد كده هنحط البسله والجزر. هنبص كده على اللحمه، تقريبا عايزه تزود شويه ميه. بص بقى على الصلصه. خلاص الصلصه تقريبا بقت حلوه قوي. نحط لها بقى شويه ميه برضو تغلي غلوه ونحط عليها البسله والجزر. هنحط بقى البسله. فضي لي بقى البسله كلها يجي هنا. مش عارفه حاسه البسله كتير ولا ايه؟ لسه شويه عشان ما تتبقاش كده وتبقى ايه. لا بس الصلصه المشكله كتير. فبتاكلوها بكره عادي بقى. حتى نريح بكره شويه. ممكن بقى نسلق لحمه بالليل. البسله اللي هتتبقى. لا عشان الصلصه كتير على فكره. الصلصه جت كتير قوي. هنحط بقى الجزر. انا عامله الحاجات دي كلها في فيديوهات قبل رمضان. نفعت اهي. الصلصه بتاعتها كتيره شويه بس مش مشكله بقى. انتوا بتحبوا الصلصه صح؟ بحب الصلصه اكتر من البسله. انتوا ما بتحبوش اساسا الخضار. بصوا انا مش عايزه افتكر بجد. مش عايزه افتكر. انا قاسيه قوي قوي بجد. انا وحشه. يعني ولادك حبايبك نايمين زي الملايكه لحد زي الملايكه لحد اذان المغرب. صح. والله العظيم انا قبل رجلي دي ما تتكسر، انا عايزه احكي لكم على حاجه. قبل رجلي ما تتكسر اساسا رمضان اللي فات دي كنت بصحى مثلا ايه، ما بصحاش بدري بس بصحى مثلا قبل الظهر بشويه. اروح السوق واجيب الخضار واجيب الحاجه واقف اغسل مواعين واروق المطبخ واخليه زي الفل. ما كنتش لسه عملت القناه دي. واخلي المطبخ زي الفل واعمل الفطار واعمل البلح واعمل كل حاجه وبيصحوا برضه على المغرب. بس انا ما كنتش حاسه بحاجه، كان عادي. لكن دلوقتي بجد ببقى متضايقه جدا لان انا مش عارفه اتحرك. يعني عشان اجيب الطماطم من الثلاجه اخد ساعه عشان اجيب الطماطم. لا خلي. والمشكله كمان ايه ان انا وانا راجعه بالطماطم، طب هرجع بيها ازاي؟ انا مش عارفه اساسا امسكها. يعني انا مش عارفه، يعني انا ماسكه المشايه، طب هشيل الطماطم ازاي؟ المشكله في تظبيط النوم على فكره. انتوا متخيلين بقى ان انا بعمل ايه؟ باخد طماطميه واحده بس. والله لازم احكي لهم بالمأساة بتاعتي.
باخد طماطمايه واحده وافتح التلاجة واخدها وامشي بيها واحطها على الرخيم وارجع تاني اخد واحده كمان. لو عرفت امسك 2 بايدي بحاول على قد ما اقدر، ما عرفتش ممكن امسك واحده منهم تقع في الارض. ماشي يا اختي. بس والله العظيم يعني بصوا مأساة عشان اجيب البصله. امشي قد كده واجيب البصله وبعد كده ادور على السكين. يعني انا بجد مش عارفه اشرح لكم انا بعمل ايه. عارفين بس ببقى عايزه حد معايا، يعني حد واقف معايا هاتي كذا هاتي كده بس مش اكتر. ده محدش بيقف معاك. ايوه فعلا ايوه يلا يلا انا عايزه طاقه ايجابيه جامده. لا ايوه في الزمن ده فعلا ما حدش بيقف مع حد. والله العظيم بجد تجربه يعني مش التجربه دي بس، لا في الحياه. لا ما هي التجربه دي هي اللي علمتني يعني بجد، ده اتعلمت على الكبر. يلا خلاص كفايه رغي بقى كده. نبص على البسله. لا لسه قدامها بقى ايه مرحله كده. تعالوا نعمل الرز ونقلها على المصلي. بقى نبص على الرز كده نعمله. حطي بقى المواعين في الغساله يا جهات. احنا بس سايبينك كده عشان نعودك انك تقفي في المطبخ. على فكره والله العظيم النهارده متضايقه جدا مش بجد. والله بتكلم بجد متضايقه قوي النهارده. في حاجه كده العفاريت كلها بتتنطط في وشي. لا مفيش عفاريت. مفيش عفاريت؟ طب اسكتي بجد والله العظيم النهارده يوم بجد ربنا يسهل ويعدي على خير. ما فيش واحده فيكم تتضرب على القفا. والله بجد يا جماعه هقول ايه بس اقول ايه النهارده يوم. بصوا لاحظوا كده ان انا ما صورتلكوش فيديوهات فيديوهات ايه. خلاص انسوا عشان باين عليها خرف في الكلام. هاتيلي بقى كده مغرفه عشان احط شوربه. يبقى شويه ميه شويه شوربه. عليها دقيقه. عليها دقيقه. عايزين نشوف مقادير كده، عايزين تعليني كده شويه. طيب عايزين نجرب بقى يستنونا النهارده ان شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كنافه. حلو. نحط تاني شوربه ولا ايه؟ بصوا انا عملت النهارده عامله كده غريبه قوي بجد، اول مره اعملها. قلت هجرب. الناس كلها بتقول على موضوع انك عادي تحطي هاتي الكاتل كده تاني. تحطي الرز من غير ما تغسليه. عملت كده؟ عملت كده. قلت لا لازم اجرب بجد، انا بتعب نفسي ليه. وبما انه بقى طبعا رز نضيف ده رز الضحى، فقلت ايه اجرب في حاجه نضيفه اشوف كده الدنيا فيها ايه. خلي بالك ان رز الضحى بيحتاج شوربه كتير وبيزيد قوي، يعني نص كيلو بيبقى اكتر من نص كيلو الرز العادي. طيب هنسيبه يغلي بقى كده وبعد كده هنوطي عليه. تعالوا بقى نحمر هنحمر اللحمه بقى. يلا يا حلوين. هنبص بقى كده على الرز. شكله استوى كده. ما شاء الله. بصوا اول مره اعمل الرز ما اغسلوش بجد. مفيهوش اي حاجه. ساعدوه بقى الطعم اهم حاجه. تحفه. بس مفرفت ازاي فظيع. عايزه اشوف ايه. خطير. بس ناقص شويه ملح. حلو قوي كده بس دسم بطريقه فظيعه. هنبدا بقى نحمر اللحمه. يعني البسله فاضل عليها حاجه بسيطه. ولع لك الدنيا. بصوا سعيده بقول لها ولع لك ليه؟ خلاص انا فكيت طالما الاكل خلص خلاص ببدا افك يعني. طب ايه نطلع اللحمه الاول في طبق؟ لما تتعمل الاول تتعمل في طبق. ايوه ما عادي براحتها. انا مش عارفه اطلع اللحمه. مش عارفه رجلي بجد حصل فيها ايه يعني جدا. كده
بتعالج ولا ايه؟ والله العظيم ما عارفه احنا يعني. بنصبر نفسنا. هي بجد وجعاني قوي قوي. مش عارفه، كل ما تبدا تهدى شويه تقوم عليا تاني. مش عارفه بقى هما شايفين ولا مش شايفين. في باين. انا نطيت على اللسان. هي بتقسم مع الزبده، مش فاهمه الفرق. بصي دي زبده بلدي. ايوه هو كل لا امال ايه؟ دي زبده. ماشي. اما بتسيحيها كده وتصفي تطلع اللبن بتاعها خلاص تبقى اسمها سمنه. فهمتي؟ بس فرقت الناس كتير غريبه جدا. لا ازاي فرقت قوي يعني. يلا بقى نحمر اللحمه. كلكم عايزين نحمر صح؟ بس بقى ايه الزبده بس تسيح شويه. بقى اللحمه كده دي بقى دي لقيتها فرقتها اكتر. انا اللي هبدأها. لقيتين الجريمه. تعالوا بقى نحط على الماسوره دي عشان تعمل شوربه حلوه. دي كده بتعلي عليها. بس اللحمه كده خلاص كده. البسله فاضل فيه عليها حاجه بسيطه قوي ونبدا نغرف بقى. كده هنحط بقى على اللحمه. نرجع لكم بقى واحنا بنغرف. طب تعالوا كده بقى بصوا على البسله برضو بصه كده. البسله بقت خطيره. دقيقتين كده وازودها شويه شوربه واغرف. يلا بينا. هنغرف بقى الرز. بس الرز يا جهاد تحفه. شكل جميله نامت. والله نامت تاني. ده ما حرمتش بقى من زي بتاع هو ايه اللي بيتنام ده؟ ايوه اعتبريه المغرب. اعتبره المغرب؟ مش العيشه يعني. لا بس الرز شكله خطير. شكله حلو قوي الرز. طيب بس لازم تصحيهم بقى. ماشي هروح اصحيهم. لا اصبري لما نخلص. طيب طب هنغرف كله يا جماعه ونرجع لكم عشان انا وصلت بجد. نغرف الشوربه. ايه رايكم بقى يا جماعه في الفطار النهارده؟ لا خطير. كنتوا عايزين انتوا كريب وبيتزا لا ده تحفه. منظر نفسه خطير. بس عايزين نحط البسله. جنة صحيت جميلة بقى لقيتها نامت. طب الحمد لله. بس كده الشوربه خلاص كفايه. عارفه انا عايزه اشرب بس شويه شوربه. بصراحه خطيره. بصوا يا جماعه الشوربه عامله ازاي. كده استوت. بسم الله ما شاء الله تحفه. بس مش عارفه بقى كده هنضطر ايه. هاتي هنا. ماشي. الطبق التاني. شوفي الصلصه اللي كنت بقول لك كتيره. لا مش كتيره خالص. مظبوطه عليها. مظبوطه. كفايه كده لوحدكم بقى. اوكي. بصوا يا جماعه ده كده ايه فطارنا بتاع النهارده. يلا بقى اوريهم. احنا بقى يعني ما بنعملش السلطه خالص يعني. مالناش في السلطه دي. في السلطه نهائي. بس يا ريت تقولوا لنا ايه رايكم في الاكل النهارده. بسيط وسهل وحلو قوي للناس الكبار اللي زيي. ماشي يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي.